من الأمور المهمة كذلك قبل التصوير عليك أن تنظف العدسة، عدسة الجوال. قبل ما تصور خذ عدسة الجوال، اقلب شوف العدسة ونظفها، أحيانا يكون فيها تراب، نقاط، شعرة بيضاء، بقايا آثار، فهذه تجعل اللقطة غير دقيقة وغير جميلة، ولذلك لابد أن تنظف العدسة قبل التصوير، سواء العدسة الأمامية أو العدسة الخلفية، بقطعة القماش التي تمسح بها النظارات أو غيرها. وأذكر أنه مرة من المرات كنت في إحدى القنوات وأرسلت لي عمل تقرير في جدة، وكان التقرير لطلاب مدارس يسقون الزرع، يعني عمل تطوعي. ورحت في حي الجامعة من الصباح أنا والمصور قاعدين نصور في الطلاب وهم يسوون النباتات وشتلات الزرع، وعملت لقاءات مع الطلاب ومع المدرسين ومش عارف كيف الظهر في الشمس. ولما جئت أعمل مشاهدة قبل المونتاج للمحتوى اكتشفت إنه عدسة الكاميرا كان فيها رذاذ الماء، يعني تعرفون الحدائق فيها ماء، يعني المويه ترش عليها، فوصل رذاذ ماء على العدسة واستمرت اللقطات كلها وهذا رذاذ الماء موجود، والمصور لم يتنبه، وبالتالي فسد التقرير وانتهى المشروع كاملا. ولذلك لابد إذا أردت أنك تصور أنك تنتبه للعدسة قبل أن تصور، فقد يكون فيها أشياء عالقة، أتربة أو أوساخ أو أشياء وأنت مو متنبه، فيكون عملك كله انتهى وأنت يعني ما أنت عارف.